شنو هو التركه اللي خلاها الرئيس السابق سي اشرف بن صالح؟ نحكيو من غير قندوات ونحبوا الحقيقه للناس اللي تسمع فينا. صحيح. انا قبل كل شيء انا كحمد كشتان انا كنت مانيش غريب من 2016 كنت موجود في كره القدم المصغره، كنت مؤسس لجمعيه كريبيس من يفوت بقربه مع مجموعه من الاخوان، كنت كذلك في اللجنه المنظمه لكاس العالم في 2017. خذينا تتويجات، العديد من التتويجات، يعني ما كنتش بعيد على المنظومه، ولكن سنه 2018 19 بعدت شويه على منظومه كره القدم المصغره. مع الاسف الشديد يعني المكتب التاسيسي في 2020 21 وقع حله من طرف الجامعه من سلطه الاشراف. كيف كانت فما هيئه تسييريه الاولى، فما هيئه تسييريه ثانيه، وبطبيعه الحال يعني كانت ثم انتخابات يعني في 22 جانفي لانتخاب مكتب جامعي جديد. احنا تقدمنا باسم قائمه المصالحه والبناء، وفقنا ربي باش نكونوا موجودين يعني في حلف النجاح. بالمناسبه انا حبيت نتقدم بالشكر للقائمات الاخرى كذلك اللي تقدمت الانتخابات، لانه مش بالسهل اليوم انك تكون في عمل تطوعي ولا عمل جمعياتي. وحبيت نقول كذلك للناس اللي ما حلفش الحظ اللي احنا كجامعه تونسيه ايدينا محلوله. نتكلموا على المكتب الجامعي الجديد، مكتب جامعي متكون من 12 عضو جامعي، 7 رؤساء نوادي سابقين لكره القدم المصغره، 5 كذلك من خيره الموظفين في الدوله التونسيه من الكوادر، في وزاره الشباب والرياضه، في وزاره التربيه، في وزاره الفلاحه، في رئاسه الجمهوريه، في رئاسه الحكومه. كونا يعني نواه ممتازه للعمل. كيف هذا اللي جمعنا هو حبنا اول حاجه لتونس، وكذلك حبنا للرياضه هذه كره القدم المصغره اللي منها اخترقت يعني جميع المناطق في تونس، الولايات، العمادات، البلديات. كانت عندها اشعاع كبير، ولكن مع الاسف الشديد يعني يمكن من حوالي 3 سنوات ولا سنتين، وكان فما انعكاس يعني تراجع كبير للكره هذه، كانت فما ارتدادات. هذا اللي خلانا اليوم احنا موجودين يعني في الجامعه هذه. صحيح احنا اليوم عملنا لي باساسيون نهار 4 فيفري، كانت الباساسيون مع الهيئه التسييريه السابقه، وكانت بحضور التفقديه المركزيه لوزاره الشباب والرياضه. يعني مع الاسف يعني كانت ثم تركه كبيره برشا، كانت التركه متمثله في حقيبه من الديون مليار و200 يعني تركه ثقيله، تركه ثقيله جدا يعني مليار و200 يعني. فما العديد من المزودين اللي ما ولا هيك الرياضيه ولا هذا خليتهم الجامعه المكتب الجامعي القديم يعني من المكتب الجامعي التاسيسي، وكذلك الهيئه التسييريه السابقه. يعني الهيئه التسييريه فقط سنه واحده، ولكن يعني نتكلموا احنا المكتب التاسيسي من 2016 حتى ل 2020. بطبيعه الحال الديون هذه متمثله في 300,000 دينار، هي ديون حكام ما مش خالصين. متمثله كذلك يعني في عن نزل اللي احتضن كاس العالم 350,000 دينار. فما العديد من الشركات يعني وكاله الاسفار، العديد من المطابع، من يعني ديون كانت ثقيله جدا، اللي صراحه يعني ديون وزاره المركزيه التفقديه رفعت التقرير كذلك يعني للسيد وزير الشباب والرياضه، اللي هو كذلك بعث لنا رسلنا مذكره الاسبوع الفارط. احنا توا تقريبا يعني يمكن نقول مع الاسف احنا تحت رقابه اداريه من وزاره الشباب والرياضه، وهذا كذلك يعني يمكن ناخذه انا من نطاق ايجابي، ما دام احنا حطونا تحت رقابه اداريه اللي الوزاره مهتمه بالرياضه هذه وتحب تنجح. ولا اعطونا جمله من الضوابط اللي يلزمنا نلتزموا بها. فما العديد من النقاط اللي احنا نحتفظوا بها لانها يعني تتم الجامعه فقط، ولكن فما العديد من النقاط اللي طلبوهم منا من النقاط الهامه اللي ايجاد استراتيجيه جديده للجامعه التونسيه لكره القدم المصغره، كذلك تغيير شكل البطوله، كذلك يعني ترشيد نفقات الحكام. نستغربوا علاش فما المبالغ الكامله هذه. احنا اليوم كيف يعني التزمنا يعني يعني نقول بالطريق هذه اللي رسمته سلطه الاشراف، وكانوا طلبوا منا حتى كذلك باش ندوم بتقارير ماليه واداريه كل 3 اشهر. احنا صراحه يعني التزمنا في الخط هذا، وكذلك يعني طلبوا منا تطبيق القوانين بحذافيرها واعتماد مبدا الشفافيه في الصفقات يعني في الانتدابات. هذا كله يمكن من الارث اللي صار من قبل، اللي خلى سلطه الاشراف تحط الجامعه التونسيه تحت رقابه اداريه. سامحني، البطوله العالم اللي تنظمت واللي قلت لي خلفت الديون 350,000 دينار،
ما فماش اعتمادات ترصدت البطولة العالم هذه. هذا يعني بيت القصيد، لانه المشاكل نتاع الجامعه التونسيه ما بدات من كاس العالم. يعني كان فما حسب احنا انا صحيح كنت في اللجنه المنظمه يعني لكاس العالم، ولكن ما كنتش في المكتب الجامعي. كنا انا والسيد يوسف الحاج اللي هو عضو جامعي معنا كذلك. كانت ثم فقط وعود، يعني فقط وعود، ولكن ما تعرفوا احنا وزاره الماليه ولا وزاره الشباب والرياضه ما تمشيش بالوعود. هذا اللي خلف أن بعد كأس العالم يعني وكيفاش لا بصراحة هذا قادمين على تنظيم كأس عالم، اسم تونس في الميزان صحيح، وما فماش اعتمادات مرصودة وما تصرفتش لتوا وديون. هو من حيث الاشعاع كاس العالم كانت عندها يعني ضجه كبيره في تونس. كانت ثم هي اللي من عرفت يعني يمكن مختار تليلي مدرب وقتها، هو كان هو المدرب سي مختار تليلي ما هز كاس العالم. يعني احنا كنا يعني اذا كانت الجامعه تكونت في المكتب التاسيسي في 2016 كان ثم 20 دوله يعني رائده في مجال كره القدم المصغره. احنا قدمنا مردود ممتاز، وظل ستار كان معنا موجود زاد في كاس العالم. ولكن مش هذا هو الاشكال. احنا روحنا مكتب جامعي جديد، احنا دخلنا بعقليه جديده يعني حبينا نصلحوا. برافو ليكم، لانه بصراحه التركه ثقيله برشا. قد ايه ميزانيتكم بربي؟ احنا اليوم حبيت نقدم الشكر كذلك لسلطه الاشراف، لانه المفروض ان الميزانيه تكون في شهر ديسمبر ولا اكتوبر الفارط. يعني لانه ما فماش مكتب جامعي الوزاره ما قدمت لنا، اللي كنا ناقشنا الميزانيه الشهر يعني الشهر الاسبوع الفارط. تكلمنا على التيتر يعني العنوان الاول والعنوان الثاني والعنوان الثالث، يعني في حدود يعني 150,000 دينار. هذا بالنسبه للتسيير. يعني هي من يمكن مبالغ يعني ضئيله جدا. احنا اليوم حبينا نكلمك حتى عن المشاكل اللي عندنا حاليا. كنت احكي قبل في مع العربي. احنا عندنا الموظفين عندهم سنه كامله ما مش خالصين. عندنا كذلك الايجار عنده سنه كامله ما فيش ايجار. وعندكم الحكام زاد ما همش خالصين. عندنا 300,000 دينار ديون مستحقات الحكام. ايش تعملوا فيهم هذول كرئيس جديد؟ ايش تعمل؟ احنا اليوم فما صحيح اعلنا عن اللجان العامه، ولكن فما لجان داخليه قاعدين نخدموا لهم. عندنا لجنه الهيكله والاصلاح، هذه قاعده تخدم على اللجان. سي حمدي فما فلوس صحيح. نوصل لك سي صاحبي. عندنا كذلك يعني احنا هيئه التدقيق المالي وجدول الديون. احنا عندنا لجنه داخليه اللي قاعدين وبدينا نتكلموا حتى كذلك يعني مع الدائنين، يعني على اساس نحولوا العديد من المبالغ الى عقود استشهار، وتكون فما عمليه طرح للمجموعه من الديون، والباقي نكونوا عندنا جدول الديون ابارتير من السنه القادمه. صراحه يعني فما تجاوب كبير. يعني حكينا مع العديد من الحكام، حكينا مع العديد من الشركات اللي كلهم متجاوبين معنا، لانهم عارفين اللي فما من هيئه جديده، فما مكتب جديد. الوزاره كذلك الاسبوع الفارط طلبت لنا باش نقدموا لها الديون اللي عندنا، طلبت لنا كذلك يعني باش نعطوها تصور جديد، يعني الامكان يكون فما طرح للديون باش هي كذلك تقدم لنا منحه استثنائيه. احنا قاعدين نخدموا على البرنامج هذا ان شاء الله. والبطوله نتاعكم ما زالت ما بداتش ولا بدات؟ احنا البطوله ما زالت. هي اليوم تقريبا اخر فيه غدوه عندنا اخر يوم في الانخراط. احنا كنا فتحنا باب الانخراط. باش تلعبوا بطوله عام 2023 2024 ان شاء الله. احنا هذا هو، لانه كان فما زوز اراء. فما راي يقول لك نخليه حتى السنه القادمه، ولكن احنا ارتئينا باش تكون فما بطوله من حلو كذلك. يعني فتحنا باب الانخراط لانه الجمعيات عندها ارتباطات مع منحه التمويل العمومي مع السلطات المحليه البلديات، كذلك عندنا منح التمويل العمومي مع سلطه الاشراف. احنا فتحنا باب الانخراط اللي هو غدوه ينتهي. عندنا حوالي 30 جمعيه اللي انخرطوا لحد الان، ولكن كما حكينا الاسبوع الفارط سي العربي كان ثم يعني بعض لان احنا طبقنا القوانين العامه الجامعه التونسيه لكره القدم المصغره، كذلك النظام الاساسي. والنظام الاساسي اللي يخلي فما فصل اللي يمنع على الجمعيات اللي عندها اختصاص تعديد انها تشارك في هذاك. هو الفصل هذا كان موجود في المكتب الجامعي اللي قبلكم ما طبقوش. والله هم مسؤولين على شيء هذا. هو ما تشوفش اللي هما ربما مشاو معناتها باش يسعفوا الناس هذه وتلعب بالجمعيات والشباب يلعب اكثر وتكون جمعيات اكثر، ربما باش تكون الناس كل تشارك وعندها، وانتم ربما مش وقته توا، خاصة باش تعملوا دورة متاع شهرين ولا قداش.
حاولوا باش تكون تكملوا في البرنامج تاع اللي فات وتعملوا تنقحوا القانون كما قلت سيادتك وتبداوا الموسم الجاي مش ما تقسيوش الناس لانهم على ما يبدو الجمعيات اللي متقلقين برشا الناس متقلقين على ما يبدو هما 8 ولا خايفين 10 جمعيات. سامحني بعد اذنك صح. خايفين لا يكون سي حمدي كشتان رئيس جامعه ديكتاتور واخصائي. تقول لهم الناس هذوما؟ لا شو نقول لهم يعني الناس الكل تعرف يمكن اوساط كره القدم الصغيره تعرف حمدي كشتان وتعرف اللي انا ولد كره القدم الصغيره ولد المنظومه. نعرف سي حمدي نعرفوه اما والفاعل حاجه اخرى. الفاعل حاجه اخرى. ولا احنا اليوم مكتب جامعي جديد. هي الجامعه هذه ماهيش جامعه الرجل الواحد، هي جامعه مكتب جامعي يخدم بالقانون في اطار القانون في اطار الشفافيه. كذلك سي العربي انت قلت لي حتى على كلش نعدوا القانون قلت لي ما تكلمش الجمعيات. لا احنا بالعكس نتواصلوا على الجمعيات لانه فما العديد من النقاط. احنا امس بعثنا لاداره الهيكل الرياضيه طلب جلسه خارقه العاده باش نغيروا القانون لانه كما قلنا الاسبوع الفارط لانه القانون هذا مش عادل. ولكن وصلنا كذلك يعني حبيت نقول انا الفصل هذا تقدموا به قبل يعني الجلسه عامه ولكن وقع رفضه. علاش وقع رفضه؟ لانه فما بعض الجامعات تخاف من التغول اللي اذا كان فرضنا نقولوا الترجي الرياضي ولا النادي الافريقي ولا الملعب التونسي ولا النجم الساحلي يدخل لبطوله كره القدم الصغرى يولي يفسخ الجمعيات هذه. لانه احنا شكون الابطال تو شكون اللي قاعدين ياخذوا في الكؤوس ولا اللي يتوجوا بالبطولات؟ عندنا ترونجا رياضيه السنه هذه كانت فما جمعيه رواد شباب العاصمه العوينه كريبيس قربة بن خيار سليانة. هذا من الفرق اللي كانت توجه. اذا كان لو فرضنا احنا دخلنا الفرق الكبرى تكون فما منها شكون يشد محله الجمعيات الصغيره لانه راس مالها ما يفوتش ل 100,000 دينار. ولكن احنا عندنا اقتراح جديد، الاقتراح امس بلورناه اللي فما اقتراح نقدموه للجمعيات يعني في الجلسه العامه القادمه اللي نسمحوا باش تكون فما الجمعيات كل الاختصاصات الا كره القدم. يعني الا كره القدم يعني معقول يعني الرياضات الفرديه يعني نقولوا كره يد كل الملاكمه كره السله عندك كره قدم تلعبش من يفوت هي كره قدم مصغره يعني هذا حل باهي هذا حل وحتى عرضناه امس على العديد من الجمعيات الناس كل موافقه اللي هذا اكيد اللي يمشي في ان شاء الله في الجلسه القادمه. بالنسبه سامحني وبالنسبه للمنشآت الرياضيه موجوده الملاعب جاهزه للمنخرطين الكل اللي يقدموا الخيرات؟ والله انا كنت اسمع اذكر في البرنامج يعني لان قلت قبيله عندكم فلوس وما عندكمش فلوس هذا هو لان احنا بالنسبه لنا برنامج يعني جاهز يعني ان شاء الله قاعدين في مرحله اعداد كراسه الشروط ان شاء الله يكون جاهز وان شاء الله كما حكينا مع سي صاحبي ان شاء الله يكونوا معكم ان شاء الله باش نعرضوا البرنامج هذا بعد حوالي شهر. احنا كما قلت انت احنا البطوله ان شاء الله تنطلق فتحنا باب الخيرات. البطوله يمكن تنطلق بعد شهر ولا شهر ونص. الملاعب الرياضيه الملاعب كلها خاصه هي ملاعب موجوده كي تنطلق. لا احنا شكون بطوله ما تفوتش الشهرين شكون نتاع 7 ولا نتاع 10 ولا 12 جوله حسب توصيات سلطه الاشراف. هذا كله باش نكونوا احنا نشاركوا شويه الجمعيات وان شاء الله ابارتير من شهر سبتمبر ولا اكتوبر تنطلق بطوله الذكور وبطوله الاناث ان شاء الله. اما زاد بطوله نسائيه كذلك هي كانت موجوده قبل كانت موجوده. بعيدا عن البرامج وتوجي وقت باش نحكيو فيها بعد ما تتوضح الرؤية أكثر في المكتب الجامعي الجديد فما تواصل مع الرئيس السابق أشرف بن صالحة؟ على المستوى الشخصي ما فماش تواصل. مع شكون مال التواصل؟ لا هو فماش هو فما تواصل يعني هو باعتباره هو رئيس الاتحاد الافريقي فما مراسلات قد تجينا للجامعه فما مراسلات من هو نائب رئيس الاتحاد الافريقي. نعم هو نائب رئيس الاتحاد الافريقي. هو نائب رئيس الاتحاد الافريقي ولكن فما مراسلات قد تجينا من الاتحاد الافريقي. احنا ان شاء الله مساله العلاقات مع الاتحاد الافريقي مع الاتحاد العربي مع الاتحاد الدولي نناقشوه ان شاء الله يوم السبت باش نقولوا شنو التوجه العام تاعنا احنا كجامعه تونسيه. هل شكون عندنا مشاركات السنه هذه ولا لا باعتبار الوضعيه الماليه الحرجه يعني نشاركوا يعني افريقيا وعلى مستوى عربيا او لا. هذا ان شاء الله يكون ان شاء الله الاسبوع هذا ان شاء الله. خممتوش في مدرب المنتخب؟ احنا في الاداره الاداره الفنيه قدمنا كملنا يعني الشروط وقع بالنسبه للانتداب مدير فني. امس بعثنا يعني الملفات كانت فما 6 ملفات بعثناهم لسلطه الاشراف يعني لاختيار مدير فني. ان شاء الله الاسبوع الفارط تكون عندنا مدير فني للجامعه التونسيه لكره القدم المصغره وهذا اللي يخلينا باش نرسموا السياسات نتاعنا يعني بالنسبه للجامعه. سي حمدي صراحة مع احتراماتنا للشخص الرئيس السابق سي أشرف بن صالحة، أشرف بن صالحة برشا اتهامات ترافق فيه، كرس برشا فساد في هذه الجامعة،
فما التجاوزات مالية، هذا ما يقال. ولو انا ديما نزه الراجل معناه انا ما عنديش اثباتات باش ندير راجل، لكن هذا ما يقال في الكواليس. برشا كلام يقول لك هذا فر من تونس لانه ملفاته ثقيل هنا. الخراب اللي عم على الجامعه التونسيه المينيفوت تحملوا بالحق للشخص هذا؟ سؤال تو صعب هذا وجهته لي، ولكن انا نفتح قوس يعني. تفضل افتح وجاوبني، ولا تحب تهرب من الجواب؟ انت عارف. لا ما نهربش من الجواب، انا نقول فما اخطاء تيسيريه، لانه يمكن التوجه العام للرئيس السابق اللي هو كان مع الاسف يعني اخطاء تيسيريه ما تخليش واحد يغادر البلاد وما يرجعش لبلاده. يمكن غادر البلاد لاسباب ما تتعلقش بكره القدم المصغره. معناها امور مريقله بار الاخطاء التسييريه في الفيدراسيون. انا بالنسبه انا نمشي بالتقارير. انا عندنا تقرير من جمع الاتفاقيه المركزيه لكره القدم المصغره، فما العديد من الاخلالات. فما اخلالات، فما اخطاء تسييريه كذلك نعتبرها قاتله. فما تجاوزات ماليه؟ تقريبا يعني ماهيش تجاوزات يعني. فما ولا ما فماش؟ لا سوء تصرف. ما فماش فلوس. لا سوء تصرف. هو تجاوزات ماليه. ولكن سوء تصرف انت قاعد تعمل مع مرفق عمومي. انا كنت نتكلم على مرفق راي ماهيش شركه خاصه. كذلك انا مثلا انا كحمد كشان انا صاحب مؤسسه خاصه في الشركه نتاعي، نعمل اللي نحب هكا ولا. ولكن في مرفق عمومي عندنا ضوابط معينه، عندنا سيوله ماليه، عندنا الكوميسار كونت، عندنا كذلك. وافقتوا على التقرير المالي اللي تقدم لكم الجلسه العامه؟ احنا ما زلنا الجمعيات السابقه، مش احنا مكتب جديد. اي لكن الجمعيات وافقت على التقرير المالي بطبيعه الحال. وافقوا وعملتوش طلبتوش اوديت على ياسير. احنا طلبنا اوديت، احنا قاعدين ناخذ في الاوديت. طب ياسير علاش طلبنا اوديت؟ لانه احنا كذلك الارقام المفزعه نتاع الديون، انا شخصيا كحمد كشان ماهيش عاديه. كي تقول لي عندي 300,000 دينار ديون تحكيم، يلزمهم مراجعه كذلك يعني. هكا ولا سيدي بشوي. وسامحني، في الخمس سنين الاخرانيين ولا 4 سنين الاخرانيين الجامعه تمتعت بالمنحه اللي تعطيها لها الوزاره ولا لا؟ منحه تسييريه. اي تاع التسييريه تمتعت. قاعد تصب فيهم. تمتعت. سي حمدي، حجم الديون يقولوا فاقت المليار و200. انا مليار و200. والديون هذه يمكن فما ديون اخرى اللي يمكن تجينا اللي متقدمه. عندنا كذلك العديد يعني من الاشخاص والحكام والشركات اللي قاعده مقدمه قضايا. احنا اليوم راهو في يمكن العمل نتاعنا مش ظاهر. سامحني، دخلت على شانتي كبير. هو شانتي كبير، ولكن احنا يمكن في المرفق الاعلامي هذا نطلب منكم باش حتى الاعلام يكونوا معنا. احنا اليوم شنو الاطراف المتداخله كل في الرياضه اللي هي الجمعيات، اللي هي سلطه الاشراف، اللي هي الاعلام، اللي هي الكل منضمين معنا، وكنا احنا قاعدين نخدموا وعندنا خطط. يعني يمكن احنا ماناش في مرحله استعطاف، ولكن عندنا خطط باش ترفع باش نتجاوزوا. وكنت تسمح لنا يمكن نعطيك حتى البرنامج بتاعنا. احنا عندنا ان شاء الله بدينا في مشروع استراتيجي كبير ان شاء الله قاعدين نخدموا عليه، اللي هو استقطاب منظومه كره القدم المصغره ضمن الجامعه التونسيه لكره المصغره. شنو هو الاطراف المتداخله؟ الاطراف المتداخله هي اول حاجه جمعياتنا. احنا مثلا عندنا حوالي 70 جمعيه، والرقم هذا من السنه القادمه يكون اكثر من 100 باعتبار الكره النسائيه تدخل معنا. عندنا كذلك ليزاكاديمي سبورتيف، فعندنا حوالي فما رقم بين 1500 و 2700 اكاديمي سبورتيف اللي ان شاء الله كذلك فما بروجيه باش نخرطوا في الجامعه التونسيه لكره القدم المصغره. عندنا كذلك حوالي 1000 حكم اختصاص كره القدم المصغره يكونوا معنا في الجامعه. 1000 حكم؟ في كره المصغره عندنا حوالي 1000 حكم يعني. ولكن الاشكال اللي ما فماش هيكل، انت ما فماش هيكل قاعد ينظم القطاع هذا. نحكي على اختصاص كرة قدم مصغرة. عندنا كذلك يعني المركبات الرياضية ماناش اعتماد ملعب معتمد من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة. كذلك عندنا فما الهيئات ولا الجمعيات ولا المنظمات اللي قاعدة تسير في دورات رياضية. كذلك هذا من كله زي كذلك شيء من العمل يعني صوف منظمة رياضة وشغل. منظمة الرياضة وشغل هي هذه منظمة عريقة عندها يعني تاريخها وعندها منظمة. هذا كل شيء استقطابهم لدى الجامعة التونسية لكرة القدم. هذا أنا نقول احنا عندنا حوالي 2000 منخرط يعني سنة. إن شاء الله العام الجاي يكونوا يعني بحسب البرنامج اللي احنا سطرناه يكون عندنا حوالي أقل شيء 20,000 منخرط، والسنة اللي بعدها إن شاء الله شيء يتجاوز. هذا هو البرنامج بتاعنا احنا نخدموا عليه، وما عندنا حتى حل إلا باش نخدموا عليه. إن شاء الله. شنو هو الميساج تقولهم للحكام المساكن اللي يحكيوا على برشا اتهامات وجوه الرئيس السابق؟ الامل معلق على الرئيس الجديد من اجل مستحقاتهم الماليه، ذاك عرقهم اكيد. علاش الناس مساكن قعدوا يجروا سنوات وسي اشرف بن صالح يبيع لهم في الوهم والسراب، وانت باش تدفع الفاتوره توا؟ سامحني.
والله انا شنو تقول لهم الحكام؟ والله ميساج باب الجامعه مفتوح، واحنا ما قابلين باش نتحاور معهم باش نبداو صفحه جديده. واحنا حكينا مع بعض الحكام وقينا تجاوب كبير، لانه مش معقول حكم يقولوا احنا يزفر يوم السبت ويوم الجمعه يوم الاحد وبعد انت ما تخلصوش. هذا منا يعني منا مش معقول. واحنا الحكام هم راس مال يعني القوه الضاربه يعني للجامعه. انا من غير تحكيم ما نجموش نوصلوا اللعبه هذه. المساج انا بالنسبه للحكام نقول انا باب الجامعه مفتوح، اي حكم من يحب حتى يحب يقابلني شخصيا انا موجود. واحنا عندنا قاعدين عندنا خطه للاستخلاص قاعدين برئاسه السيد يوسف الحاج، وان شاء الله من تقع جدول للديون اللي هي ان شاء الله من هنا لسنه ولا سنتين كل الناس تكون خالصه بحول الله. صراحه كيفاش تنجموا تتعاملوا رئيس خلف هذا الخراب في هذه الجامعه اللي بالحق كانت مفخره في فتره ما للرياضه في كره القدم في تونس، لكن صراحة هو نائب رئيس الاتحاد الافريقي، اكيد فما ثقة انعدمت مع الراجل هذا. كيفاش نجموا تواصلوا مع الاتحاد الافريقي في وجود اشرف بن صالح؟ والله انا على المستوى الشخصي الاتحاد الدولي عفوا انا على المستوى الشخصي لحد الساعه ما خدناش قرار باش نتواصلوا مع الهيكل هذه، ولا باش تتبعوا هيكل سكا. كذلك كذلك احنا ماناش في اتصال مع ولكن بالنسبه لنا صراحة احنا الشغل بتاعنا احنا الرطب البيت الداخلي راهو عندنا الاهتمام على المستوى الافريقي وعلى المستوى الدولي وعلى المستوى العربي، يمكن هذا في مرحلة ثانية. احنا اليوم راهو عندنا بنية، عندنا موارد بشرية مهترئة، عندنا موارد لوجستية مهترئة. احنا اليوم حبينا ننظموا البيت الداخلي، حبينا تكون عندنا جامعة قوية قادرة باش تفي بالتزاماتها تجاه الهيكل الرياضية، تجاه المزودين. نحبوا نرتبوا البيت الداخلي نتاعنا وبعدين ننطلقوا يعني في كمرحله ثانيه في العلاقات الدوليه ان شاء الله. سي حمدي وينه منتخب المنفوت؟ هذا هو فلا احنا اليوم كونا من حتى ناقشنا الاسبوع الفارط يعني تيتر دو العنوان الثاني مع الجامعه التونسيه لكره القدم المصغره باش نكونوا بون منفوت يكون فما بطوله، يكون فما بطوله. واحنا ان شاء الله من في الاسابيع القادمه يكون فما انتداب مدرب المنتخبات وكذلك يعني ليزيستون، يعني يكون فما اداره فنيه كامله ان شاء الله. انا حاضر المدرب الجديد؟ لا مازال مش حاضر، ولكن احنا اعلنا على انتداب مدير فني. بالنسبه للمدير الفني منا جاونا 6 ملفات يعني ارسلناهم لسلطه الاشراف يعني الاسبوع الفارط. سي سالم كريم شنو هو موقعه باش يكون؟ هو موجود يعني من 6 اشخاص يعني لانه كفاءه عاليه. هو موجود من 6 اشخاص، هو موجود من 6 اشخاص يعني صاحبي. هو الاولويه لشكون زعما؟ والله هو يعني موجود يعني فما عندنا 6 ملفات يعني محترمه، ناس يعني عندها باع وذراع يعني في كره القدم المصغره. احنا ان شاء الله جلسنا ما فيش، احنا جلسنا الاسبوع الفارط على اختيار مدير فني، وكذلك الوزاره عندها ما تقول في الشان هذا كذلك. سي عربي مش عندك ما تفاعل مع الرئيس؟ عندك سؤال تحب تسأل؟ لا انا باش نساله في بالي عندنا مدرب ممتاز سي رياض حمديه يراني حتى في المنتخب المصري. شو تسوق للمدربين؟ لا هو لا كلامه صحيح كلامه صحيح. هو توا يعتبر احسن مدرب في تونس في الميني فوت. رياض حمديه يراني في المنتخب المصري وعمل معاه عده نتائج. ما نعرفش هذا سي رياض مازال مع المنتخب المصري، هو لحد الساعه مرتبط بعقد مع الاتحاد المصري، ولكن ما فيش اللي سي محمديه هو ورانا كذلك في ليبيا كذلك انسان منا كفء يعني ما لعب مع ترونزا كذلك يعني من انا نتشرف بيه يكون معنا على مدرب تو جاب كاس افريقيا مع مصر. اي معناتها انا رياض حمديه نعرفه كور معنا، ومن بعد دخل كان عنده موهبه كبيره في الفوتسال وقتها. كان احسن لاعب في 2005 و2006 و2007 كي كانت الفوتسال قبل ما سواديع يعدمها. اللاعب هذايا عنده موهبه ولا كمل ملاعب من بعد ولا مدرب، وهو تقريبا عمل برشا نتائج ممتازه في مع المنتخب المصري، وعنده كفاءه بكل صراحه. ماذا بينا يستغلوه ويخليوه للمنتخب التونسي خير من كما نقولوا فيها خيرنا يمشي لغيرنا. ما نعرفش انتم. لا هو كفاءة عالية. هو توج كذلك مع فريق ترونزا بالبطولة تونس، واحنا ان شاء الله في الاسابيع القادمة يكون فما انتداب لإدارة فنية كاملة، مدرب وطني وكذلك زاسيستون معه. بطبيعة الحال اذا كان ما يكونش ما عنده ارتباط مع مازال بارتباط يعني هو اللي نعرف انا اللي عنده ارتباط مع الاتحاد المصري يكون من الاسماء المطروحة. علاش لا يعني انا بابنا مفتوح لجميع كفاءاتنا ونشرفوا به باش يكون معنا في هل بدأ سي حمدي كشتان في إصلاح العلاقة مع السيد وديع الجري، العلاقة اللي تردات وما أفسدها أشرف بن صالح؟
صحيح. احنا اليوم كنا تكلمنا على ليزيكاديمي سبورتيف، لانه فما ليزيكاديمي سبورتيف 6 جوار نتاع 6 لاعبين. احنا اليوم كذلك فما ليزيكاديمي نتاع 11 جوار. انا يمكن ان شاء الله يكون عندنا لقاء قريب مع السيد وديع جري، يعني باش يكون فما فصل بين كره القدم المصغره وكره القدم يعني الجواره 11، لانه احنا اذا كان شقع استقطاب ليزيكاديمي سبورتيف فوت اسيس ما نحبوش يكون فما تنافس، ولا يكون فما نزاعات على شكون كيف كوا ولا يعني ليزيكاديمي تبع شكون. احنا اليوم ان شاء الله كان فما لقاءات يعني غير رسميه على الموضوع هذا، وان شاء الله اكيد تكون كراسات الشروط جاهزه بالنسبه للجامعه التونسيه، تكون فما لقاءات رسميه على البرنامج هذا ان شاء الله. واضح. شنو الميساج اللي تقولوا للملاعبيه للفرق للمدربين اللي يحبوا يتعاملوا مع هذا المنتخب مع هذه الجامعه على امل ان تستعيد بريق؟ لانه بصراحه هذه الجامعه قبل ما ترشح انت ربما كانت مهدده بالاندثار. هو انا حبيت اشكر الناس، نشكر حتى المكتب التاسيسي السابق يعني بين قوسين، نشكر لانه هو اللي اسس اللعبه هذه. نشكر الاطراف الكل اللي كانت النوادي الكل ولا حتى الرؤساء السابقين اللي كونوا العديد من الفرق. نشكر كذلك الاطراف المتداخله من اعلام كذلك، لانه الاعلام في وقت من الاوقات كان مع الجامعه التونسيه لكره القدم المصغره. نشكر كذلك القلب النابض اللي هم الحكام، لانه هم كانوا مع الاسف يعني لما يوفابل يعني مش نجدد الدعوه اللي بابي مفتوح، باب الجامعه مفتوح بالنسبه للجميع. نحب نشكر كذلك انا صوت الاشراف، لانه كان فما تفاعل ايجابي كبير من الاداره العامه للرياضه ومن السيد، وشكون عندنا ان شاء الله لقاء قريب مع وزير الشباب والرياضه، لانه احنا الشركه الاساسيه هي سلطه الاشراف. انا يمكن المساج نتاعي نقوله للناس كل اللي حرام انه الرياضه هذه تندثر. انا نقول كره القدم المصغره هي رياضه القرب. انا عندنا مصطلح نقولوه في المجالس البلديه مشاريع القرب، يعني المشاريع اللي هي النظافه والطرقات. كيف الرياضه هذه رياضه القرب تكون يعني قريبه من رياضه الشباب، رياضه الكهول، رياضه الاطفال، وان شاء الله تكون معنا رياضه للجميع ان شاء الله. وصلنا تقريبا لنهايه حصتنا. شنو الرساله اللي تحب توجهها للرئيس السابق اشرف بن صالح في خاتمه هذه المصافحه؟ سي صاحبي اني ديما توجهني للسيد. لا ما حقي نسالك، كان نحب انا وانت جاوب. قال لي انا نعرفك فما حاجات في قلبك ما حبيش تقولهم، انا متاكد. لا انا عندي واجب التحفظ على العديد من الاشياء. انا تو انا نتكلم انا ما بيلكنا كان واجب التحفظ في تونس صح. اي لا، ولكن سي صاحبي انا جاي كرئيس جامعه تو صحيح. انا نقول اللي وانا من حقي باش انت رئيس جامعه، وانا من حقي باش نسالك مقدم برنامج، وانا من حقي باش نجاوب اكيد. بارك الله فيك. تجاوب ما تجاوبش انت حر. لا احنا علاقه. شنو الرساله توجهها؟ احنا علاقه اداريه، علاقه نتاع مصالح. انا بالنسبه لي انا رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم، انا عندي ارث كبير سيء يعني من القديم. احنا جايين كمكتب جامعه جديد باش نصلحه. وحتى ولو فما بعض الناس اللي قاعده تحب توخر بينا بالوراء، مثال انا قلت لك شكون هذول يعني. لا فما نقول اشرف بن صالحه، الله اعلم فما ما نحس اللي فما جري رئيس. كيفاش حبك جري؟ لا والله فما جري. لا انا اقول فما اطراف، يمكن فما اطراف اللي قاعده تسعى باش توخر بينا الموضوع. انا شو نتحدى؟ لا انا اقولها يعني. يمكن المساج نتاعي للناس اللي احنا الاطراف هذه يعني اذا كان هي تحب تجي تخدم معنا تفضل، ولكن حسب القانون العام نتاع الجامعه، حسب البيرو جديد، حسب الجامعه التونسيه حسب المكتب الجامعي جديد، مش حسب انا الممارسات اللي صارت في السابق ان شاء الله. اخر كلمه، هناك اشرف بن صالح بعد النجاح في الانتخابات؟ شخصيا لا. شكون هنا ماله؟ هنا الجامعه التونسيه لكره القدم المصغره. انت تمثلها الجامعه، ولكن انا اسمعني، انا تلقيت التهاني يعني يمكن شخصيا من الاتحاد الليبي، من الاتحاد الجزائري، من الاتحاد المصري، يعني شخصيا من رئيس السابق لا. شخصيا اشرف بن صالح معناها هنا زملاك، هذا هو جماعتهم معناها هناهم. ما نقولش هو بعثني انا للجامعه التونسيه لكره القدم المصغره. كي تهاني تجي الاعضاء ما تجيش الرئيس، ما وليش خايف على جنابه الرئيس؟ انا خايف على جنابي. لا الحمد لله انا واثق من نفسي، واثق من الله. انا صراحه انا واثق من نفسي، واحنا كمكتب جامعي جديد واضح عارفين واش قاعدين نعملوا، ورساله للناس كل اللي رانا هذا هو. بالنجاح والتوفيق ليك سي حمدي كشان على رأس الجامعة التونسية للميني فوت. أكيد عندنا مصافحات أخرى باش نلتقي سواء في الراديو ولا في التلفزة. بالنجاح، وإن شاء الله الجامعة تستعيد على يديك أنت والأعضاء نتاعك البريق نتاعها في قادم الأيام. هكا نص نهاية